السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، تحية للشعب الكريم الصبور اللي عنده كرامة، اللي عنده كرامة، اللي ما بيذلش نفسه لحد، لا على التيك توك للداعمين، ولا ان تطلع تعيط ولا تعيطي وتقولي انا مش قادرة اكل ومش قادرة اصرف، واللحمه والفراخ والزيت والسكر والكلام ده كله، ولا الراجل اللي برضه بيعاني ويطلع يقول لك يشتكي ويقول لك ده بكام، وخمس دقايق ولا نص ساعه وتلاقي السعر اتغير، وساعتين تلاقي السعر اتغير تاني، وهكذا. سعر دولار، سعر مش عارف ايه. لا، الكرامه بتحتم على البني ادم ان هو مش ما يشتكيش، لا يشوف سبب الشكوى دي ويعالجها من البدايه. انت لما تطلع على التيك توك وتعمل فيديو زي ده وتشتكي، ولو عبد الفتاح السيسي شافك هو اكيد بيشوف ولا يسأل فيك، ولا يقول لك انا شفت ولا ما شفتش، بس بيشوف. الفيديوهات دي مفيش حد ما بيشوفهاش، بتتشاف، وامن الدولة بيشوفها، والمخابرات بتديله تقرير وبيشوف. الحاجات كلها مش مستخبية. السوشيال ميديا بتعرف الدنيا كلها في اخر الدنيا، هنا وهنا، وكله بيبقى عارف كله. فخلي بالك، هو عبد الفتاح السيسي عارف، بس بيطلع في المؤتمرات يديك مسكنات عشان تهدى، عشان تسكت شويه، لانه ما عندوش حل. عبد الفتاح السيسي ما عندوش حلول. خلي بالكم، ما عندوش، والله ما عنده حلول. مسكنات دي اللي موجوده عنده بس، لكن حل جذري لمشكله الاقتصاد المصري مش موجود عنده. هو سلمنا لقمه سائغه للصندوق النقد والبنك الدولي، سلمنا تسليم اهالي. الصندوق هو اللي بيتحكم في الاقتصاد مش احنا. قبل كده مبارك كان رفض، والله يرحمه، والرئيس الشهيد محمد مرسي رفض، تمام. لكن عبد الفتاح السيسي سلم، لان هو عارف ان اي بلد بتسلم البنك الدولي بتبقى اخرتها وحشه وبتنهار. وهو احنا واديكم شايفين كل حاجه بدات يعني في نهايه الانهيار، يعني بدايه الخراب والافلاس. الله 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 ما يقدر يا رب، بس ده اللي احنا شايفينه. فاذا عبد الفتاح السيسي ما عندوش حلول. اللي عنده حل هو انت، بظهورك، بظهورك بحته اصرارك انك تاخد حقك. هو ده السبيل الوحيد اللي هيخلي عبد الفتاح السيسي ومجلسه العسكري يعمل لك ألف حساب. لكن طول ما انت متدهول وطول ما انت ضعيف وعمال تشتكي، والله ما حاجه هتتغير، والله ما حاجه هتتغير. انت لما تبقى قوي هتقدر تغير. في اللحظه دي هم هيعملوا لك حساب وهيخافوا منك. لكن طول ما انت بتشكي وبتعمل فيديوهات وبتقعد تشتكي في سبيل انها تتحل، هو ما عندوش حل. عبد الفتاح السيسي ما عندوش حل. دي رساله احب اقولها لحضراتكم، واتمنى ان انتوا تاخدوا موقف يكون قوي، موقف قوي ضد حكومة عبد الفتاح المكسيكي السيسي سابقا، ومجلسه العسكري اصحاب المصالح الشخصية. شكرا يا فندم، وتحياتي لحضراتكم، وربنا يفك الغمة وتبقوا ايد واحدة. السلام عليكم.